حبايبنا الاسكندرانية وأهل اسكندرية كلها كله يجمع هنا بقى عشان هنا هنعمل الحجازية الاسكندراني. أيوة الحجازية الاسكندراني، وهعملها بكل تكاتها زي الاسكندرانية بالظبط. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة ما تنسونيش في اللايك. هنا هعمل بقى أجيب معلقتين من السكر كبار، وهجيب معلقة خميرة كبيرة، وهجيب نص كوباية من المية. وهبتدي ان انا اعمل اللي هو يعني مية نخمر بيها عجينة الحجازية. هبتدي ان انا اقلبها كويس جدا، لازم الميه تكون دافيه ما تبقاش سخنه قوي عشان ما توقفش عمليه التخمير خالص. احنا كده كده مش هنخمرها ولا حاجه. هسيبها على جنب بقى لحد لما ايه 5 دقايق كده هجهز فيها الخلطه بتاعتنا. هنحط كوبايتين من الدقيق، بنفس الكوبايه هنحط كوبايتين من السميد او اللي هو دقيق البسبوسه. تمام كده. وهبتدي ان هو تقلبهم كويس جدا عشان ايه الدقيق والدقيق البسبوسه او السميد دوت يتقلب مع بعض كده اهو. الكميه حلوه وتعمل صينيه حلوه. هنا دي كوبايه الا ربع من السمنه البلدي او الزبده زي ما تحب، وهزودها ربع كوبايه من الزيت. يعني كوبايه الا ربع من سمنه بلدي او زبده، وعليها ربع كوبايه من الزيت. هبتدي بقى ان انا ايه اقلبهم كويس جدا. في الوقت دوت بقى هشيل ايدي او هشيل المعلقه وابتدي ابس بايدي، عشان احنا عايزين كل حبات البسبوسه او السميد انها تتغلف بالسمنه. نقلبها كويس جدا ونتاكد ان احنا قلبناها، مفيش اي مشكله من ان احنا نعجنها لان احنا لسه ما حطيناش اي سوائل. هبتدي ان انا احط بقى باقي السمنه اللي فيها لحد ما تبقى عامله كده معايا زي الرمل المبلول. اول ما امسكها كده واكمشها تبقى ايه ضمت على بعضها. في الوقت ده خلاص كده هوت هبتدي بقى زي ما انتم شايفين الخميره نشطة وحلوة وفارت معانا كده. هبتدي ان انا انزلها على العجينة بتاعتنا، وابتدي بقى ايه اقلب ما اعجنش كتير عشان ما تحجرش مننا وتنشف مننا. هقلبها كده. هو طبعا بيختلف من دقيق لدقيق او من معيار كوبايه لكوبايه. المهم يعني مش هزيد اكتر من معلقتين، هزود بس معلقتين من الميه الدافيه. هم معلقتين مش زياده، يعني مش حاجه كبيره. والمهم ان العجينه تبقى مسكت نفسها، اقلبها كويس ما اعجنش والت فيها عشان خاطر ما تعملش معايا عرق وتنشف معانا. الحجازيه بتطلع معانا دايبه دوب. هنا خلاص خلصتها، هركنها على جنب دقيقتين لحد ما اعمل الحشو. كوبايه من السكر يكون فاتح وحبيباته ناعمه مش بودر، وكوبايه من الدقيق السميد او دقيق البسبوسه. معلقتين جوز هند. عايزين تحطوا آه، آه، نص معلقة أو معلقة كبيرة من القرفة. هقول لكم عايزين تحطوا ايه. وهحط كمان معلقة من الكاكاو الأسباني. ولو انتوا عايزين تحطوا مكسرات حطوا مكسرات، تحطوا سوداني حطوا سوداني، تحطوا زبيب حطوا، عايزين تحملوها سادة مفيش أي مشكلة. هي تتعمل بكل يعني كل حاجة فيها. أنا حطيت هنا هو شوية من السوداني عليها، ولو انتوا قلت لكم عايزين تسيبوها سادة سيبوها سادة. هنا هوت مثلا لو السوداني كبير او المكسرات حتت فيها كبيره، عايزين تحطوا بردك مكسرات حطوا، مفيش مشكله خالص خالص. احنا بندي بس ايه تيست كده للخلطه ديت اللي هي الحشوه. وابتدي اجيب كده معلقتين كده من الميه، ميه من الحنفيه عادي، واقلبهم. المهم ان انا اقلبه ما يبقاش مبلول قوي، احنا عايزينه يبقى عامل زي حبات الرمله كده، ما يبقاش مبلول ومندي قوي. قلبته وخلاص كده هوت. يلا بقى عشان نفردها. انا بس ايه بحاول ان انا اقلبهم كويس جدا من تحت لفوق عشان تبقى الحبيبات بتاعه دي البسبوسه خدت تنديه كده من الميه. هبتدي بقى اجيب بقى الصينيه بتاعتي مربعه كده هوت او مدوره زي ما تحبوا، وادهنيها سمنه كتير، حط فيها سمنه كتير على الجناب وعلى الحروف وفي كل حته ادهني سمنه. هاخد حوالي ايه تلتين العجينه او تلات ارباع، لا تلتين العجينه هاخدها كده وابتدي ان انا ابططها كويس جدا. والمهم ان انا اعمل حروف للصينيه عشان ارفع بيها كده فوق للصينيه، عشان خاطر لما اجي احط الحشوه، الحشوه ما تبتديش تطلع من الصينيه وتلزق في قلبيها، وما نعرفش نطلع الحجازيه منها لما تستوي. فلازم نعمل لها حرف كده لفوق عالي ونسويها كويس جدا يعني عشان تبقى كل حتة فيها متساوية. حلو الكلام. كلام كده جميل لحد هنا. نبتدي نجيب بقى الحشو بتاعنا ونحطها في الصينية. انا ولادي ما بيحبوش ايه لا السوداني ولا الحاجات دي، فانا حطيت ايه، انا حطيت جزء من الحشو سادة كده وجزء اللي هو فيه ايه السوداني او المكسرات. خلاص هنا هو ظبطتها كويس جدا. هجيب بقى الجزء التاني لازم افرده على كيس بلاستيك عشان يساعدني ان انا احطها على الصينيه. هبتدي ان انا افردها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهعملها بقى مستطيل. وبايديكي او باي حاجه زي ما تحبي، ممكن ان انت تتني الاطراف كده بكيس البلاستيك زي ما انتم شايفين عشان تبقى متساويه.
دي حاجة برضه كويسة وتبقى إيه. وقيسي بقى الصينية، قيسيها كده فوق منها، شوفيها محتاجة تاني يعني إيه، تكبر في الحجم ولا هي كده حجمها كويس. أنا شفتها كده حجمها مناسب وكويس خالص. ابتدي اقلبيها على الصينية على طول. بس أنا هنا هو بقى إيه يعني إيه، خدعتني شوية والصينية جريت مني شوية يعني. المهم بتتظبط وبتبقى كويسة، والمهم ما تخليش فيها هوا داخل جواها. إن حسيتي إن في هوا اعملي لها فتحة كده بالسكينة وخرجي الهوا، وبعدين إيه لزقيها تاني. ضمي الحروف على بعضها بقى، الأطرف ديّة يعني لمّيها على بعضها عشان ما تتفتحش وهي بتستوي. وضبّطي الصينية بتاعتِك كده أهوّة، ساويها كويس وضبّطيها عشان تبقى شكلها حلو. أهم شيء برضك إن شكلها يبقى حلو وجميل وما يبقاش فيها أي هوا. أنا هنا حسيت إن في هوا جواها خرجتها. جيبي بقى إيه الشوكة وابتدي إيه اعملي بقى بالشوكة كده خطوط بالطول وبالعرض. خطوط عليها حوالين داير. المهم إيه الشكل عشان يبقى شكلها حلو كده. فأنا عملت كده بالشوكة أشكال كده عليها من فوق الوش زي ما هُم بيعملوها بالضبط. أكون في الوقت دوّة شغّلت الفرن على درجة حرارة 180، نكون مسخّنينه قبلها كده ب5 دقايق أو 7 دقايق. المهم إن هو يكون سُخن. أبتدي بقى أقطّع إيه، التقطيعة اللي تعجبكم بقى. تبتدي إن أنتِ إيه، قطّعي التقطيع سمبوكسات، مربعات، زي ما تحبّي. المهم ما تنزليش بالسكينة لحد تحت. بتاخد حوالي من نُص ساعة ل40 دقيقة. المهم بتبقى احمرِت الجوانب بتاعتها واحمر الوش بتاعها. طبعًا لو الوش ما احمرِّش نبتدي إن إحنا إيه، نشغّل عليها الشواية ونخلّي بالنا عشان إيه، ما تتحمّصش مننا. تطلع بقى مستوية كده وجميلة، نسيبها لمّا تهدى خالص أو تبرد عشان نعرف نقطّعها. المهم طبعًا إحنا عشان بنصوّر ونعمل فما بنستناش إنها تهدى أو كده. بس أنا استنيتها بصراحة تريّح شوية عشان أعرف إن أنا أقطّعها وأطلّعها. زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. مستوية من فوق ومستوية من تحت، وبقى ريحتها وهي في الفرن كده قالبة البيت قلبان، مخلية الريحة حلوة قوي وريحة البيت جميلة جدا. وبصراحة هي حلوة وتستاهل. بصوا من أول ما تمسكوها كده في إيديكم بتلاقيها إنها إيه، من ذوبانها ونعوميتها بتبقى خلاص بقى يعني. جميلة جدا وطعمها حلو قوي وريحتها حلوة قوي 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 يعني فوق الممتاز، فعلا تستحق. هنا هوّة بقى لو أنتِ وصلتِ لحد هنا وما عملتيليش لايك هازعل منِّك جدًا. وأتمنى بقى أهل إسكندرية يخشوا ويقولوا لي إيه رأيكم في الحجازية الإسكندراني، واعملي شير لكل أصحابِك ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، وكمان على اليوتيوب، وقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد، وهي الوصفة دي في بلدكم اسمها إيه.